السلام عليكم. دلوقتي هنتعلم ازاي نعمل اول غرزة رباعية في الشنطة. هيبقى معانا لولي مقاس 10 وخيط سنارة مقاس 60 والمقص. هنقطع خيط. احنا لسه مبتدئين، هنشتغل بخيط، نقص خيط حتى نقدر ان احنا نشتغل بيها عشان احنا لسه مبتدئين. دلوقتي هنمسك معانا طرفين الخيط، هنحط 3 خرزات في اي جنب عادي مش هتفرق. هحط 3 وهحط الخرزة الرابعة هحطها هنا كده زي ما واضح معانا، وارجع في نفس الخرزة تاني كده، هعملها زي فتحة صغننة وبعدين ادخل دي هنا واشد بقى، هسوي الخيط طبعا كده كده. واهم حاجة العقدة دي ندخلها تحت الخرزة كده، نحاول بايدينا نوسطنها وندخلها كده، مش تبقى باينة، تبقى مشدودة. طب الغرزة التانية بعملها ازاي؟ عندي طرفين خيط، انا هنا عندي خرزة واحدة، دلوقتي انا عايزة اعملها غرزة رباعية. هحط واحدة في اليمين واحط التانية خرزتين، خرزة والتانية هعمل نفس العقدة اللي انا عملتها كده، هندخل ونشد لحد ونسوي الخيط ونشد. طبعا عشان احنا لسه مبتدئين فالحوار هيبقى صعب شوية، اما هي سهلة جدا كده. وندخل نفس برضو زي ما اتعلمنا العقدة، ندخلها جوه كده زي ما واضح كده. هبدأ بقى اعمل بالعدد اللي انا عايزاه وهوريكم في النهاية. هعملها كده بالظبط على حسب حجم الشنطة اللي انا عايزاها، ولو عايزين، لو عجبتكم الطريقة ياريت تعرفوني، ولو محتاجين اوريكم ازاي بطلع دور تاني اكتبولي في الكومنتات، واستنى رأيكم باللايك والاشتراك في القناة.